اليوم 6 ماي 2025 باش نحكي على موضوع قطاع الطرق بميناء حلق الواد. أنا ما نسميهمش ديوانة بصراحة، نسميهم قطاع طرق باللغة الفرنسية براكاجور، يبراكوا في العباد. أفرح بيا أفرح بيا، تعطيني جبت لي هذوما نسميهم قطاع طرق باش يخرج لي واحد المتحدث باسمهم أو تعليق أو كذا. أنا نقول ماكمش ملايكة جايين من السما، مادام ما فماش وسائل حديثة تخدموا بها، مادام ما فماش كاميراوات، مادام تخدموا على كيفكم، أنتم قطاع طرق أيها السلك الديواني بمدينة حلق الواد، ميناء حلق الواد تونس. أنتم قطاع طرق. ما زلت عندي كي جيت من تونس أيامات. المروحة، باش نحكي لكم على المروحة في البابور. أول مرة نروح في باخرة تونسية. الحقيقة الخدمة محلاها، منحبش نسمي الشركة كذا، لكن الخدمة خدمة جيدة جدا جدا، باخرة نظيفة جدا ما شاء الله. اوكي، لقينا الديوانة يطبع في الباسبورات، الديوانة يطبع في جوازات السفر في الباخرة بزي مدني، بزي مدني، ما همش لابسين الزي الرسمي. اقسم بالله الناس اللي ما تحبش تشد الصف بال20 اورو في الباسبور يجيو 5 6 باسبورات يتعداو، يطبعهم الديواني ويعطيهم للسيد هذاك. 20 اورو رشوة تتعطى نشوف فيها. صحيح فما عائلات عندهم بيبيات صغار بجلوهم، هذيك ظروف خاصة، برافو. علاش؟ على خاطر عائلات، مرا ما تنجمش تشد صف عندها بيبي زوز ولا عائلة يبجلوه. أو المرضى مثلا عندهم إنسان مريض يبجلوه صحيح. لكن الرشوة نشوفوا فيها في الباسبورات تتعدى في الباخرة التونسية، مش إيطالية، تونسية، والديوانة بزي مدني. هبطنا في بورت ميناء حلق الواد. أقسم بالله أقسم بالله ثم أقسم بالله، تسمع كان أفرح بيا. والرشوة موجودة بكثرة، الرشوة برشا. أفرح بيا أفرح بيا أفرح بيا، فالكلمة دي أفرح بيا واعطيني أنا نسميها بركاج، أو إنسان أو الناس هذوما قطاع طرق. ومازلت نعودها، قطاع طرق، نعم، براكاجور بزي رسمي للديوانة اللي هي تابعة للدولة التونسية. لا بارك الله في وزارة الخارجية على هالخدمة، ولا بارك الله في مؤسسة رئاسة الدولة. احنا سمعنا صحيح مرة الرئيس تكلم فقط كلام، لكن الخدمة سيئة وسيئة جدا. ما فماش وسائل حديثة، ما فماش كاميراوات تراقب، ما فماش وسائل حديثة معناتها باش للتفتيش. انا كي ما عطيتش رشوة ضربت 3 سوايع ونص تفتيش وساعة باش نرجع دبشي في الكرهبة، وكرهبة صغيرة راهو مهم، ما عنديش دبش خارجي معناتها فوق الكرهبة أو على جنب، لا، فقط من الداخل. علاش؟ خاطر ما فرتولي الكرهبة تفريتها، وما نعطيش 1 اورو، ما نعطيش فرنك واحد، ما نعطيوش رشوة، اللي نعرف عقابها شنو قدام ربي. لا لا، ذيك هي قدام ربي، راهو ما في، راهو شوف، راهو تمنع اليوم وغدا ما تمنعش، تتعدى في الميناء وعطيت الرشوة باش تمشي روحك، راهو نهار آخر تحسب عليك. هذا رسالة إلى وزارة الخارجية ومؤسسة رئاسة الدولة. تونس راهي عظيمة، تونس رانا نحبوا نخدموها، خلونا نستثمروا. راهو التونسي الموجود لهنا اللي يعيش في الخارج، في أوروبا أو في أمريكا أو في أستراليا، يخمم كان في الاستثمار، يعمل لك فلاحة، مواد بناء، يبني ديار، هذه كل نعملوا فيها البلاد وتضيقوا علينا. هذا جزائنا معناتها. راهو كل بلاد تعليها مواليها، وكل دار تبنيها رجالها. إذا كان باش تضيقوا علينا في الحالة هذية، في الأمور هذية، راهو
بعد 25 سنة شكون باش يعمرها؟ العبد لله بعد 40 سنة أو 50 سنة مانيش موجود في الجبانة. أنت كذلك، أنت كذلك، شكون باش يعمروه؟ الجالية الجديدة هذوما أولادي وأولادك. لكن أولادي وأولادك كي يشوفوا الحالات هذية، الرشوة والمعاملة السيئة والفوضى اللي تعمل فيها الديوانة التونسية في ميناء حلق الواد، مازالوا باش يستثمروا في البلاد أو باش يروحوا. يقول لك لا أنا عندي الجنسية هنا في أوروبا أو في أمريكا، يقعد يستثمر ويعمل لهنا ولتونس شكون باش يعمرها؟ شكون باش يعمر تونس من بعد 25 سنة 30 سنة؟ السؤال هذايا نعرف اللي سؤال محرج للسلك. الديوانة اللي مسيبين علينا ناس مجرمين، ناس كروشها كبار، عقارب والعياذ بالله، باش يخرج لي واحد منهم كذا يقول كيما قلت باش يقول لك لا السيد هذايا يكذب علينا ما عندوش ما يثبت. هل انتم عندكم ما يثبت؟ عندكم كاميراوات؟ عندكم وسائل حديثة تخدموا بها؟ تخدموا تفرتوا باش الناس في الشارع. انا نحب نشوف المسؤولين الكبار، سواء وزير الخارجية سواء رئيس الدولة، يزور هالميناء ويشوف الخدمة على غفل، خدمات سيئة يخدموا على كيفهم، فهمت؟ وقطاع طرق، فهمت؟ باش تتكلم معاهم ما يعجبكش حاجة ما تعجبكش كذا، يعطلوك 4-5 سوايع نجم يخلوك حتى للصباح هذيك ملوح. ما همش هابطين من السماء. شوفوا الموضوع على الجد ونروحوا لتونس ونستثمروا في بلادنا ونبعثوا العملة، فهمت؟ وكل دار تبنيها رجالها وكل بلاد تعمرها مواليها، أو العكس، أو العكس، فهمت؟ 6 ماي 2025. السلام عليكم، تحياتي.